السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي، وحشتوني جدا. النهارده بأمر الله هنعمل مع بعض كده الفراخ المشوية زي بتاعة المطاعم، بس بقى احلى وانضف واجمل، وكمان الريحة بقى اخر جمال. ممكن بقى تقدميها مع سلطة طحينة وعيش وسلطة، وممكن كمان تقدميها مع رز او مكرونة زي ما تحبي. انا قطعت جزء منها كده علشان اشوف واوريكم هي مستوية قد ايه من جوه، وطعمها بجد التتبيله حلوه قوي، هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوا. اول حاجه كده حبايبي هنبتدي كده ونقول بسم الله. جبت كده طماطمايه او طماطمتين كبار، وجبت كمان يعني 3 فصوص توم وقرن فلفل كده حامي وبصلايه. قطعتها. كل دول هضربهم في الكبة، هنعمهم خالص. ومعايا كمان ورق لورا وروزماري وفلفل اسود وكركم على كاري وملح. دي توابل صحيحة، هفرمها خالص برضو في الكبة اللي هي بتاعة التوابل، علشان خاطر يعني تبقى ناعمة جدا وبتبقى حلوة في التتبيل. وكمان هحط كام فص حبهان، ولو عندك كمان قرنفل حطي شوية. كل التتبيلة دي بتدي طعم حلو جدا للفراخ المشوية. هجيب بقى الفرخة بتاعتي دي، فرخة حوالي 2 كيلو، هعمل فيها فتحات بالشكل ده علشان تشرب التتبيلة معايا. ضربت زي ما قلت لكم بقى الطماطم والفلفل الاخضر والبصل والثوم. هخلي بقى الفرخه تتشرب كل الكلام ده، وتتشرب التتبيله كويس قوي، علشان سر الفراخ المشويه هي في التوابل بتاعتها والخلطه اللي احنا بنسيبها تتشرب فيها. حطيت التوابل اهو، هغرق بقى الفرخه كده بالتوابل وبالطماطم والبصل المطحونين. وطبعا يعني لا استغناء عن معلقتين خل، وكمان ليمونة دلوقتي هحطها. اهم حاجة بقى ان انتي تمسكي الفرخة بقى كده، تدلكيها بالتوابل كويس قوي، وتدخليها جوه بطن الفرخة بالشكل ده. يعني التشطيبة دي هي اهم شيء في الفراخ المشوية، وبتدي طعم حلو جدا للحم من جوه. هجيب بقى ليمونة كبيرة كده حلوة واحطها على الفراخ، برضو بتدي طعم وريحة حلوة قوي. ومعلقتين خل، وهسيبها بقى في التتبيلة ديت اقل حاجة ساعتين 3. لو انتي بقى شاطرة بقى حطيها بقى قبليها في التلاجة بيوم، يا سلام، هتاكلي احلى فراخ مشوية في حياتك. هاخدها بقى كده احطها بقى في كيس حراري، او في اي كيس تلاجة. اهم حاجة ان هي تتقفل عليها علشان تتشرب التتبيلة كويس قوي. هجيب بقى الادوات اللي هشوي بيها. دي ازازة هحطها فيها مية، وهحطها في صينية برضو، هحط في الصينية مية، وهحط فيها الفرخة بالشكل ده. انا عملتها قبل كده معاكم، بس انا بصراحة يعني حبيت ان انا اعملها تاني لانها انطلبت مني وعجبت الناس جدا. الطريقة ديت يعني متعارف عليها من زمان، بس بتدي نتيجة حلوة قوي. دلوقتي بقى في استندات وحاجات بنحط فيها الفراخ كده، بس انتي لو ما عندكيش الاستند ده هتعمليها في الازازة ديت وما تقلقيش خالص. اي ازازة عندك هتحطي فيها مية، وهتحطي فيها الفرخة كده بتاعتك، وهتدخليها بالراحة خالص في الرف الاخير للفرن، وتشغلي الفرن بتاعك عادي. وكل ما الصينية دي تنشف منها المية هتزوديها مية، وهتسيبيها لغاية لما تحمر خالص وتاخد اللون الجميل اللي انتي هتشوفيها فيه. انا بقى حطيت كده بطاطس يعني في الصينية كده علشان ينزل عليها صوص الفراخ، بتبقى طعمها حلو برضو جدا. ممكن تحطي كمان تقطعي معاها جزر وبصل وكوسة، اي خضار انت حباه حطيه، هتلاقيه طعمه حلو جدا. حطيت له بقى شوية تتبيلة من نفس التتبيلة اللي انا تبلت بيها الفرخة دي. وكمان بقى الصوص بقى اللي هينزل من الفرخة هينزل على الخضار ده، هيخلي طعمه حلو قوي. يعني الفراخ دي مشوية معلهاش اي نسبة دهون،
تنفع بقى للدايت والناس التعبانة اللي ما بتاكلش حاجات فيها دهون، هتعجبهم قوي. غير ان هي بقى طبعا لا ناشفة ولا جامدة ولا الكلام ده، لا دي طرية ومشوية واخدة ريحة الشوي، ويعني حاجة اخر عظمة. هدخلها الفرن بقى، قعدت معايا حوالي ساعة ونص مثلا او ساعتين. كل ما بزود كل ما المية دي بتنشف في الصينية بزود لها شوية كمان، لغاية لما اتأكد ان الفرخة استوت خالص. اهم حاجة ما تحركيش الفرخة ولا تحركي الازازة ديت عشان ما تقعش. شايفين بعد ما طلعت عملت طبق سلطة وشوية كده مخلل خيار انا عاملاهم برضو في البيت، وبرامة رز بقى كده معمر، وكان الاكل شكله جميل وطعمه احلى، والريحة بقى ما اقولكوش. كل اللي دقها بصراحة ما صدقش ان انا عاملاها في البيت. يعني تخيلوا ان انا جايبة برامة الرز والفرخة المشوية دي من بره. بس انا بقى ما بجيبش اكل من بره، وجوزي ما بياكلش اي اكل من بره، اي حاجة بنعملها في البيت. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربيها وتقولي لي في التعليقات ايه رأيك فيها. كمان تقولي لي انت بتتابعيني من انهي بلد وبتعملوا الفراخ المشوية ازاي. اكتبوا لي في التعليقات، تعليقاتكم بتسعدني جدا وبتبسطني وبستناها. ولو انتوا حابين اي اكلة او اي وصفة ان انا اعملها لكم اكتبوا لي في التعليقات وانا اعملها لكم على طول. استنوني فيديو جديد ووصفة جديدة. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.